نعمل مع بعض طريقة البصل المقرمش. طبعا بصل متخربش، يعني انتوا عرفتوا هو ده هيتعمل لايه، صح؟ تعالوا بس اما نشوف الطريقة وبعدين اقول لكم إيه هنعمله. طبعا ايه يعني جوليان كده، يعني فاهمين، فراشات، جوان، اي حاجة سموه، اي حاجة يعني، اي حاجة تحبوا تسموه سموه، المهم ان هو يطلع في الاخر بصل مقرمش. طبعا احنا مولعين على الزيت يتحرق، قصدي يسخن. وانتوا بقى ايه، هقولك على اجمل طريقه المطاعم بتاعه البصل المقرمش. بيعملوا البصل المقرمش ده ازاي؟ اهو يعني كده سهل جدا. الله، اهو سهل خالص، كله جناحه كده جوانح، وفرقها بقى كده انت ايه عن بعضها بقى. حط بقى عليه ايه 3 معالق من الدقيق. نشا، اسمه نشا، عرفتم ان انتوا بتنسوا. نشا، فككي بقى كله كده. طبعا مش هيتقلب الا بايدك وبايدي، يعني انا اللي هاكل يعني ايه. اهو عندي الإطار. يلا تعالوا بقى كده، الزيت بتاعنا خلاص سخن اهو، شوفوا تشربيه اهو، في ثواني هيقرمش معاكي. طبعا النشا هي اللي بتعمل له بتديله القرقشه بتاعته. دي بقى كده البصل كده كده خلاص بقى اهو البصل بتاعنا بعد ما اتحرق، قصدي نشف. شايفين نشف ازاي؟ ازاي ناشف ناشف والله، يعني لسه مطلعاه من الزيت دلوقتي على فكره. بصوا ثواني بس وهينشف معانا، شايفين والله اهو نشف خالص. هو ده كان البصل الناشف بتاع ايه. الفيديو الجاي هتشوفوا انا عملت ايه، ولا اقول لكم؟ تعالوا انا اقول لكم انا عملت ايه. طبعا ده البصل، وده الدقه حمص، حمص اهو، ودي دقه الكمون. طبعا ما حد، كلنا عارفين كلكم شاطرين. وده دقه الشطه، وهنا الطماطم، وده المكرونه، وهنا الرز. يبقى احنا عملنا احلى كشري مصري. يلا